حضرتك شغال في مجال ايه؟ انا في المعمار. مقاول يعني. مقاول عندك عندي شركة معمار مجال ايه؟ تخصص ايه في المعمار؟ كل حاجة؟ كل حاجه بشطب بسلم تشطيب. يعني بتاخد المبنى وبتسلمه. السلام عليكم، النهارده احنا في ميلانو في لقاء. طبعا اسم حضرتك لو سمحت. العمده عشوش. ده اسم حضرتك العمدة عشوش؟ لا انا اسمي محمود بس ملقب بالعمده يعني. بالعمدة في ميلانو. حضرتك في بقالك ميلانو وفي البلد يعني. بقالك كام سنة في ميلانو؟ بقى لي 28 سنه. يا صاحب المكان هنا قال لي انك بتيجي المكان ده بقالك 20 سنة. احنا من مؤسسين المكان. 20 سنة بتيجي نفس المكان. احنا يعني الاخ البيبو راجل محترم، وبعدين احنا بتربطنا صداقات من قديم الازل يعني من ساعه ما جينا هنا ايطاليا، وكلنا يعني هنا كان في حب والفه بيننا وبين بعضينا. لما جه ينشئ المكان كلنا وقفنا، واللي بايده حاجه بيعملها، مراتوره، بيانكاتوره، بيعمل اي حاجه، نجار، سباك. حضرتك شغال في مجال ايه؟ انا في المعمار. مقاول يعني. مقاول عندك عندي شركة معمار مجال ايه؟ تخصص ايه في المعمار؟ كل حاجة؟ كل حاجه بشطب بسلم تشطيب. يعني بتاخد المبنى وبتسلمه. بسلمه تشطيب. بما انك في المعمار يبقى محتك بالمصريين قوي. طبعا. العماله بقى الجديده اللي جايه والشباب الجديد، ايه رايك فيهم؟ والله بص، احنا كنا الاول جايين ناس محترمه وطالعين من بيئات كويسه. للاسف اللي هم اخر 5 6 سنين لما ابتدت البحر بقى يحدف والكلام ده، جت علينا اشكال. ماشي، بس البحر زي ما بيحدف برضه كده بيحدف بيحدف ناس كويسين طبعا، ده شيء مش عيب طبيعي. ان واحد جاي شرعي او واحد غير مش بيدينه يعني. احنا ما بنقولش حاجه، ما بندنوش، بس مطلوب منك الاحترام. البلد هنا ما بتكسفش حد، يعني جاي ناوي لقمة تعيش وناوي ربنا يكرمك وتصلح من حالك وحال اهلك، ربنا بيديك. طب انت ضد ولا مع الشباب الصغير اللي بيجوا تحت السن؟ والله بص، هي دي منظومه غصب عنا بظروف المعيشه اللي احنا بنعيشها، والناس اللي بتشوفه على التيك توك وعلى الميديا بينبهروا باشكال. فطبعا الشباب معذور في مصر. بينبهروا بالواقع ولا بحاجه مش موجوده اساسا؟ لا، هو انبهار بحاجه سراب، خيال. فطبعا لما بيشوف واحد ولابس جاكيت نظيف وكوتش نظيف وبنطلون نظيف ومش عارف ايه، يقول لك الحياه وردي، ولكن الحياه مش وردي. طب ما في بعض الناس اللي معاها جنسيات او اقامات بينزل مصر بيفردها قوي هناك واحنا هناك كذا. ما دي برضه مشكله احنا بنعانيها. تلاقيه هنا ماسك على نفسه وبياكل لا مؤاخذه الا من رحم ربي طبعا، وتنزل مصر رجاء، ده يعني رجاء من الناس اللي بتنزل مصر. يعني ربنا بيقول لك ولا تبسطها كل البسط ولا تجعل يدك مغلوله الى عنق. طبعا. فانت حاول يعني على الاقل عيش في الميديا بتاعتك، عيش في المستوى بتاعك اللي انت عايش في ايطاليا. لا، في مصر. سيبك من ايطاليا ما اشتغلتش مش هتاكل. تمام. غير كده يبقى انت بتاخد طرق غير مشروعه. انت ربنا نعم عليك واشتغلت وربنا كرمك، فطبعا شيء طبيعي ان انت لازم نعمه ربنا تبان عليك. من 28 سنه لما حضرتك جيت هنا، تمام، مين اللي ساعدك؟ والله بص، احنا كانت يعني جينا على ناس كانوا برضو ناس بيئات كويسه. تمام. واللي في ناس لها افضل علينا، ما بنقولش ما فيش حد صنع نفسه بنفسه. تمام. صنعت نفسك بنفسك في الشغل، في مجال شغلك. تمام. ان انا باخدك معايا شغل، فلازم تديني شغل عشان اديك اجرتك. بالظبط. مش هتشتغل، شيء طبيعي ان انا تاني يوم هقعدك او تالت يوم هقعدك، بجيب غيرك اللي ناوي شغل. فدي هنا انت بتساعد، يعني ايدك هي اللي بتساعدك. يعني الواحد لما يجي هنا يعتمد على نفسه افضل ولا يجي معتمد على اي حد؟ لا، الاعتماد على الله الاول. تمام. احنا ما الا وسيله. يعني جت علينا ناس كنا بنقابلهم ولا مؤاخذه بنجيب لهم هدوم وفاتحين بيوتنا ليهم وبنساعدهم على قد ما نقدر. وممكن يجي عليك وقت وحد جاي لك عيبك ومش قادر تساعده. دي الظروف بتحكم. يعني ممكن واحد يجي عليك. انا دايما نصيحه لاي شاب، انت جيت واحد قابلك وسلم عليك وسقاك كافيه بيورو ولا مؤاخذه يورو 20 سنتيزم، انت تاخدها منه جميله، لانه مش فرض عليك. بالظبط. يعني مش فرض عليه ان هو يساعدك. تمام. اخلص وربنا سبحانه وتعالى هيكرمك وهيوقعك في المخلصين. شرط استحمل.